هو مش لازم تبقى مسوق، بس لازم تفهم السوق، لان اللي ظاهر هو دايما اللي بيكسب. في تقرير من هاب سبوت بيقول ان اكتر من 60% من اصحاب المشاريع او الموظفين خسروا فرص كبيره جدا بسبب ضعف في التسويق الشخصي او الرقمي. يعني هنا التسويق مش وظيفه، ده مهاره اساسيه لاي حد. طب ليه بقى لازم تتعلم الديجيتال ماركتنج حتى لو مش شغلتك؟ لان اول حاجه انت محتاج تظهر، عشان الناس لو مش شايفاك مش هتعرف قيمتك. التسويق بيخلي صوتك يوصل للعميل وللشركات وللفرص. وتاني حاجه لانه بيعلمك انك توصل للعميل الصح، يعني بدل ما تتكلم مع الكل هتعرف تتكلم مع اللي فعلا محتاجك. وتالت حاجه لانه هيزود دخلك حتى لو انت موظف. التسويق لنفسك يساوي فرص احسن، يعني سي في اقوى وعملاء اكتر، وكمان شغل جانبي ممكن يبقى مصدر دخل ثابت. ورابع حاجه لانه بيخليك مميز وسط الزحمه. الناس اللي وراك واللي قدامك كله بيقدم نفس الخدمه، بس اللي فاهم تسويق بيقولها بطريقه الناس تفهمها وتحبها. وخامس واهم حاجه لان مستقبل السوق كله اونلاين، البيع والشغل والشركات كل حاجه بقت شغاله بالتسويق الرقمي، ولو مش فاهمه هتتاخر كتير عن كل اللي حواليك. ومن الاخر التسويق مش رفاهيه ولا محتاج فلوس، دي مهاره لو اتعلمتها تفتح لك ابواب شغل وعملاء وعلاقات، واكيد مكانك وسط المنافسه هيعلى جدا. وبس كده، لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.